السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب قلبي، أحلى متابعين وأحلى أخوات في الدنيا. النهاردة هنعمل محشي الكرنب. معانا كرنباية والفرخة بتاعتنا الجميلة والطماطم والخضرة وكوسة وفلفل وشطة. كانت حبيبة قلبي في التعليقات من متابعيني الجمال قالت لي يوم ما عملت المحشي، قالت لي انا عايزه محشي الكرنب. فانا عيوني ليكي يا حبيبه قلبي، وانتوا تأمروني، واللي عايز برضو اي حاجه يكتب لي في التعليقات وانا عينيا ليكوا يا حبايب قلبي. يلا نبدأ بقى. اجي اسلق الكرنبايه واعمل التسبيكه الجميله بتاعتنا وارجع لكم تاني. ويا حبايبي الكرنبايه هي قطعتها، هحطها بقى تتسلق. تتسلق بقى واقطعها واعمل التسبيكه برضو معاكم وارجع لكم. اهو يا حبايبي اهو بيتسلق اهو. انا قلت برضو اما اوريكم، شوفوا الورقه بتطلع ما شاء الله اهي. انا قلت برضو اما اوريكم ولا اسهل من كده. ورجعت لكم يا حبايب قلبي تاني. نعمل بقى التسبيكه بتاعت المحشي. حطيت الزبده كده تقدح وارجع لكم. وكده يا حبايبي بعد ما الزبده قدحت كده هحط لها شويه زيت علشان الرز بتاعنا يبقى مفلفل وجميل. وزي ما انتوا متعودين معايا مع ماما فوفة نعمل ايه، نحط التوابل الجميلة دي، فلفل وكمون وكزبرة، ودي بهارات مشكلة. بسم الله الرحمن الرحيم. اسيبها كده شوية. ومعايا بصلتين متوسطين مقطعهم، ما شاء الله ريحتها خطيرة. جربي وقوليلي في التعليقات. اتمنى ان انتوا تشرفوني في قناتي، قناة منوعات ماما فوفة. شوفوا قناتي وتشاهدوها بعيونكم الجميلة دي، وتكتبوا لي تعليق حلو منكم كده. وزي ما قلت لكم يا حبايب قلبي انا بسيبها تدبل بس ما بحمرهاش، لانها بتخلي المحشي طعمه مسكر. جربي طريقتي وقولي لي طريقتك فعلا جميله قوي يا ماما فوفة. وبعد يا حبايب قلبي ما دبلت كده، ما احمرتش، دبلت بس، ننزل عليها بالعصير طماطم. ما شاء الله، اللهم صل على النبي. نسيبها بقى تتسبك براحتها على ما اقطع الكرنب واقور الكوسه وارجع لكم تاني يا حبايب قلبي. الصلصه يا حبايب قلبي بتتسبك، وادي شويه سكر علشان الحموضه بس، والملح. ورجعت لكم تاني يا حبايب قلب ماما فوفة. ادي ما شاء الله التسبيكه اهي اتسبكت. معايا بقى الخضره هحطها، وشطه كده مقطعاها، فلفل حامي وفلفل اخضر، والرز انا غسلاه وحطاه يصفى، والكوسه قورتها، وفلفل احمر واخضر وشطه، والكرنبايه قطعتها. اخلص بقى يا حبايبي واعمل خلطه احط الرز. وانا بحشي بقى هوريكم التسبيكه، واما اجي احط المحشي اسويه برضو هصور لكم. وفي بقى حاجه يا حبايب قلبي كمان، انا وانا بسوي بعمل التسبيكه بتاعتي بروح شايله شويه عشان احطهم ايه، خليها مفاجاه للاخر. خليكم متابعيني للاخر لما اجي اسوي، وشوفوني في الاخر الفيديو هعمل بيهم ايه. ادي كبشتين صغيرين اهم، هشيلهم على جنب، وخليكم معايا لاخر الفيديو اقول لكم سر من اسرار ماما فوفة. وزي ما احنا متعودين بحط شويه خضره
مع التسبيكة كده الاول. اهو يا حبايبي سبتها مع الخضرة شوية، وبعد كده هحط الخضرة دي واديها تقليبة برضو كده. وادي الرز بتاعنا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على النبي. ما شاء الله لما بتبقي غاسله الرز بيبقى مفلفل وجميل ازاي، في منتهى الجمال، وما بياخدش منك وقت على فكره، وبيبقى حلو. بصوا بقى زي ما احنا متعودين بنحط بقى شويه خضره كمان، وبنحط ايه البصلايه الجميله بتاعتي. جربوا طريقتي، واللي جرب طريقتي دي، جارتي انا قلت لها عليها، بتقول لي ريحه المحشي بتاعتي، قلت لها انا بعمل 1 2 3 بقت تقول الله يبارك لك، طعمه روعه وجميل ومختلف، والولاد بقوا ياكلوا منه ويقولوا ما شاء الله المحشي ده طعمه مختلف. فجربي طريقتي دي وقولي لي ايه رايك في التعليقات. خلاص كده يا حبايبي المحشي اهو، التسبيكه اهي يا حبايبي، حاجه المحشي. اخلصها بقى واحشي وارجع لكم تاني، واحط الفرخه تستوي وارجع لكم بقى لما ايه في النهايه كده. حبايب قلب ماما فوفا، ورجعت لكم تاني. ادي المحشي اهوت خلاص عملته حشيته. واقول لكم بقى على الايه سر من اسرار ماما فوفا ايه هو بقى؟ يا تكاتك يا حركاتك يا ماما فوفا، قولي لنا بقى ايه هي. اولا بروح جايبه بشره بصلايه كده بالفلفل والكمون، تمام، بوزعها كده. جربي طريقتي، جربي طريقتي. وحاجه تانية، شفت لما قلت لكم في معلقتين صلصه من التسبيكه انا هشيلهم، دي بحطها على وش المحشي، خطيره. جربي طريقه ماما فوفا وقوليلي تسلم ايدك يا ماما فوفا. عايزه تعليقكم يا حبايبي الجميل، عايزه تعليقكم الحلو كده اللي بيشجعني ويخليني ان انا ابقى فرحانه. ربنا يرضيكم ويكبر خاطركم يا حبايب قلبي يا رب، زي ما بتفرحوني. كل تعليق جميل بيجيلي بدأ لاصحابه بجبر الخاطر. ربنا يرضيكم ويكبر خاطركم يا حبايب قلب ماما فوفا. مين بقى بيحب دي الجميله دي؟ ودي كمان قرن شطه. انا كده مولعه عليه، ماشي. الحله تبقى سخنه كده وانت بتعمليه، يعني ما تزيديش الحله وهي بارده. شايفين البخار اللي طالع؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على النبي. ما شاء الله ولا قوه الا بالله. ربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم يا حبايب قلبي يا رب. اهز الحله بس كده اهو. شايفين الحله غليت معايا بسرعه ازاي؟ عشان انا ما حطيتش لا المحشي وهو بارد اهو. ما شاء الله لا قوه الا بالله. وفي الاول خالص بتعلي عليه وبعد كده بتوطي له بقى. اخلص بقى المحشي واحمر الفراخ وارجع لكم تاني يا حبايبي. وادي محشي الكوسه اهو يا حبايب قلبي، والفلفل ما شاء الله.
ما شاء الله، الله اكبر. اخلصهم بقى يستووا وارجع لكم تاني. ويا حبايب قلبي لسان العصفور خلص، هنعطل شوية شعرية زي ما قلت لكم يا حبايبي. الشعرية ولسان العصفور بيتحط لهم شوية ملح. ليه بقى يا ماما فوفة؟ علشان يبقوا كلهم متحمرين واخدين لون واحد. اخلصها يا قلبي وارجع لكم تاني. ايه رأيكم بقى يا حبايب قلبي؟ شايفين لون الشعرية بقى كله واخد لون واحد ازاي؟ ما شاء الله. ازيد بقى الشعرية، احلى شوربة شعرية. بدل لسان العصفور هتقفي هتعطلي، ما تعطليش نفسك. مع ماما فوفة مفيش مستحيل ومفيش عطلة، لازم نقضي غرضنا برضو ونعمل برضو المطلوب على اكمل وجه. اهي يا حبايب قلبي، ما شاء الله ولا قوة الا بالله. اهي احلى شوربة شعرية. ما تقوليش لا مفيش لسان عصفور، ما انا ما حدش معايا هيجيب لي دلوقتي. تمام، فايه صرفي نفسك بالموجود، وكده كده هما بيحبوه. اهي يا حبايبي، تغلي بس تقلب اهي كده، هتقلب بس شويه وهطفي عنها وشكرا كده خلصت. ادي المحشي يا حبايب قلبي بعد ما استوى. اغرفه بقى وارجع لكم. رجعت لكم تاني يا حبايب قلبي، وادي احلى محشي لاحلى متابعين حبايب قلبي. جربوا طريقتي وقولوا لي ايه رايكم. وادي الليمون اللي انا كنت مخللاه، ما شاء الله الله اكبر. وشوربه الشعريه مش لسان العصفور. تمام. وادي الفراخ بتاعتنا المتحمره الجميله، وانت بتحمريها حط الزبده والزيت وشويه ملح في الطاسه عشان ايه؟ ما تتحرقش منك. تعالوا بقى شوفوا احلى محشي. ما شاء الله ولا قوه الا بالله. الرز مفلفل ازاي يا حبايبي؟ والله العظيم جميل وريحته روعه. اتمنى ان انتم ان شاء الله تتابعوني في قناة منوعات ماما فوفة. واللي عنده اي استفسار او اي حاجة تكتبوا لي في تعليق حلو كده زيكم. وهستنى منكم بقى اللايك والشير والسبسكرايب. وربنا يرضيكم ويجبر خاطركم يا حبايب قلب على تعليقاتكم الجميلة اللي بترفع من روحي المعنوية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انتظروني في فيديو جديد.